الفساد هو السرطان الذي يقضي على نسيج الأمة. في الجزائر يتغلغل هذا السرطان عميقا ويصيب كل جوانب المجتمع. نتعمق اليوم في الحقيقة المظلمة للفساد في الجزائر، ونكشف الأسرار التي ابتليت بها هذه الأمة لفترة طويلة جدا. من الاختلاس إلى الفساد، تورط مسؤولون جزائريون في فضائح فساد لا حصر لها. الأموال تهدف إلى تحسين حياة الناس، يسرقها أولئك الذين يفترض أنهم يخدمونهم. لقد ترك هذا الفساد المستشري الشعب الجزائري يكافح لتغطية نفقاته، بينما تعيش النخب الفاسدة حياة سخية. لكن هذا الظلم لم يمر مرور الكرام. المواطنون الجزائريون نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بوضع حد للفساد. لقد سئموا من نظام لا يستفيد منه إلا القلة على حساب الكثيرين. إنهم يتوقون إلى المساءلة والعدالة وفرصة لمستقبل أفضل. يعمل النشطاء والصحفيون والمواطنون العاديون بلا كلل لفضح الممارسات الفاسدة التي ابتليت بها الجزائر. لقد سلطوا الضوء على الزوايا المظلمة حيث انتشر الفساد، ولن يتوقفوا حتى يتم تحقيق العدالة. أجبر الحكومة الجزائرية أخيرا على الاعتراف بالفساد الذي ابتليت به البلاد لفترة طويلة جدا. تحقيقات جارية والاعتقالات جارية تكتسب مكافحة الفساد زخما، لكن المعركة لم تنتهي بعد. معا الشعب الجزائري متحد ضد الفساد. إنهم يطالبون بقوتهم ويطالبون بمستقبل أفضل وأكثر عدلا. المعركة ليست سهلة، لكن لا يمكن التقليل من تصميمهم ومرونتهم.